كروان بيته اتخرب بسبب الجوازة ولا بسبب السرقة؟ تعالوا نعرف لايك فولو ويلا بينا نبدأ. أول حاجة كروان مشاكل ده تيك توكر مصري للي مش عارفة، اتشهر في الفترة الأخيرة فأسلوب ساذج كوميدي من وجهه، نظر البعض وأسفافه من وجهه، نظر ناس تانية ومجرد ترند لناس تالته كان فرحة من كام يوم واتقلب عزة زي ما انتوا عارفين، وكل حاجة راحت منه، والعروس هربت بالذهب والآيفون 17 برو ماكس فاكس، وهو حاليا طلع لايف بيطالب بحاجته ولا هيعمل محضر بن وخلاص جاب آخره ومش شايف قدامه من اللي شافه. بسبب كده تأظن فناس كتير في الآونة الأخيرة طلعت قالت إنه بتاع ترندات، بس هل في حد هيعمل ترند هيحرق عربية تعدي 3 مليون جنيه وهيبوظ فرح مكلف كتير وسشوار ومشروبات ساقعه وسخنه وحلبة وفشار عشان إحنا بنشاهد الكروان أخيراً بيعاني بعد ما خلى ناس كتير مشاهير يعانوا من طريقته المزعجة ولسانه السليط والمحاولات الهبلة عشان يتشهر زي أنجي حمادة وجوازة منها، وقبلها لما كان بيطلع يستعبط قدام الكاميرا، ولا قبلها لما كان طالع مع ست كبيره وبيقول مراتي، ولا الماضي بتاعه إلا كان بيربي شعره زي البنات ويطلع يرقص. هل الموضوع ده ترند برضه ولا حقيقي؟ الكروان مظلوم. أول حاجة هو بدأ فعلا في أجراء الجواز وكتب الكتاب فعلا وكان فاضل أمضى وكل حاجة كانت ماشية طبيعي. مرات عدوية أخو السيد شعبان عبد الرحيم افتعلت مع كروان مشاكل، مشكلة عبيطة وحصل ضجة. الكلام ده كان في قاعة صغيرة جنب الفرح نفسه، وأظن المأذون شاهد على الواقع، وكروان طلع ثعباني وأمن نفسه ومعاه مستندات هتودي عيلة شعبلة ورا الشمس وخلاص كل شيء انكشف، وبأن وإحنا علينا الفرجة بالفشار. طبعا الموضوع بقى ممتع أصلا إن كروان اللي زي ناس كتير أخيرا شفناه بيعاني أخيرا وليس آخرا. ما كنتش عاوز أشمت فيا، بس هو عملي حظر على الفيديو اللي فات، وأنا مضطر أطلع ضميري المهني كواحد بيسف جامد وبمنتهي الدراما. خلاص يا كروان انت بتاعي الفترة الجاية. المهم بعد افتعال مشكلة مع كروان وأبوه سابوا الفرح بالقاع بكل حاجة ومسكوا الآيفون اكس فاكس برو ماكس وضربوا علية هو الذهب. طبعا لأن كروان ثعباني وجايبها من تحت قوي قام سجل كل حاجة على الفلاشاية وهيفضحهم وهيسجنهم زي ما قال على لسانه. هل كروان كان غلطان في الماضي؟ أكيد. هل كروان يستحق يتنصب عليا؟ أكيد انتم مفكرني هقول لا. وكده ده إذا ناس كتير قوى على السوشيال ميديا الإعلامية، ريهام سعيد، أنجي حمادة وناس كتير، وبدوري محايد، فأنا طالع أسفف عليه الصراحة، بس برضه هو مظلوم المرة ده وشكل اتبرق. المرة دي باترا هيعملهم محضر فعلا، ولا الموضوع ترند وكله عشان الفيوز والمشاهدات هتعرف الفترة الجاية. ما تنسوش لايك فولو لنستمر في تقديم الحصري والأفضل لحضرتكم. شكرا. خابت قلت لها والله لو ما فتحتش كله الشر اللايف، كله الشر اللايف اهم حاجه عشان كل الناس تفهم الحوار على طلعت لي بقى من قوه في وضع مخل برضه. ماليش كده شقتها دي مش بتاعتي انا اديتهم فلوسي عملتهم احلي انا، ولا خلت على المطبخ لقيت مين؟ ابو ايمن بتاع الكافيه اللي في الزاويه تليفون وانا خدت حاجه اتعمل عليا. هي طلعت في سنتين وفعلا فكرته غلط. المشهد اللي حصل هو اللي هي نصبايا اتعمل عليا من نفسي نصبايا. ابو ايمن اللي كبك هنا هي كانت بتروح له الساوي عند الشيخ بتاع المكرونه في وشه الكافيه بتاع ابو ايمن. الناس دي خربت بيتي خربت بيتي. ريتش على واحد في مصر كلها، رقم واحد في الوطن العربي كله، ارد على حد يبقى انا بقل من نفسي والله. الناس دي خربت بيتي، الناس دي خربت بيتي، عربيتي ولعت. يلا خليك في الكاوله يلا عشان نحكم عليك بدل ما يجي واحد يديك على قفاك انت. يا عم بقى تخليك انا اللي هديك في كيفك يا عيل منك ليه؟ يا راجل ما تحترم. كل حاجه عربيتي ولعت وكسرت كل حاجه، انا ولا عملت ترند قدام الناس كلها 18,000 وقدام العالم كله انشي. انا والله العظيم بتأسف معلش خلاص انشي. ولا عملت حاجه ورق مقسول معايا عاوز اتجوز كاحس. تعبنا والله عارف معلش خلاص يا انشي خلاص يا انشي. ايه المشكله؟ الترند اللي انا اعمله الناس دي راحت عملت محضر وانا ردت والله انا حاسك لسه زي ما انت يا كروان. لا اقسم بالله اتخيرت خلاص، حلمت حلم علمني الادب 4 ساعات. هرد عليه دلوقتي حالا،
افتح يا كريم انا ساعات الحل؟ اه والله العظيم. يا سبحان الله، عرفت منين انه 4 ساعات؟ ما كان طويل قوي. بقول لك يا كريم، ناس انا كنت معاهم. سبحة يا كروان؟ اه يا متاحم. الله اكبر. امال في ايه يا متاحم؟ لا لا لا، مش هسيب دهبي، مش هسيب الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يخليك يا رب اخويا، اقسم بالله لازم الواحد يخار من نفسه. انا ما يتسبش عليا. لا لا لا، حد كالي كده من بس ثواني، انت عارف ده لو هزار معناه ايه؟ اقسم بالله ما ابدا، والله ابدا. عملوا اتفاق. الحاجات دي والله العظيم والمصحف حلمت انا برضه بتاع الكلام ده. طب حلمت ايه بقى؟ قال لي يا الكتاب اول لما الراجل كيبتي مرات عتويه كانت ايه بقى؟ قال لي يا كروان انت خلبان وطيب. مين ده؟ مش شكلت معايا، عملت حوار معايا عشان يخلعوا، عشان بصر لك خطيبتي. لا التلاتة متاحم في ايه؟ خرب بيت في ايه يا عم؟ امك. ما يرضوش يكتبوا الكتاب. 4 والمغرب 3 والعشاء 4. ايفون يجيلي في تليفوني كفايه اللي خسرته، ربنا يعوض عليا. فاكر 4 2 سنة و2 فاكر. انا بص يا كريم انا بقول لك الناس شحطه سجل لهم مكالمات. علم اللي كالي البت قالت لي اركع يا كروان، اللي انت بتعمله غلط. تمام. ايه بنسجل لهم مكالمات، الناس خربت بيتي. طب انت حافظ التحيات يا كروان؟ ايه؟ حافظ التحيات؟ لا لسه بتعلمها الصراحة. بيتي اتخرب. اللي بدأت أعيط بقى على اللي راح مني، وعن البنات اللي عملت فيا حاجات وحشة. اتخرب. انا بقول لكم اهو الناس دي، معلش انا اسف. رجعنا ناقص بس ايه، خطيبتي تركع وخلاص. انا مش فاتح ولا كده بالطاقية ولا حاجة. انا تحش خطا يناموا عليه. لا سيطة قدامهم. هحور هاخد ايه يا جماعة؟ احنا ممكن ننام ما نصحاش. الله اكبر. ناس منك لله شرحان يا شرحان. يا سلام أقسم يا اخي بالله. والله العظيم اخلاقك العاليه الحمد دي لله انصح نفسي، ما منصحش حد، انا انصح نفسي. هعيط. يا شرحان خربت بيتي، ما بقاش معايا شاري. انا واحد بقعدت فرتي بفتح بقعدت فرتي مش عامل اي فيديو. شرحان لا انا ما يتسبش عليا، عامله لي محضر بمعنى فرتي مش عامل اي فيديو تاني موسيقى او اي حاجه موسيقى، وحق الكل عليا على ايه عامله محضر؟ بناء على ايه؟ فين واعمال خيريه ان شاء الله هعملها كتير، وكل حاجه هعملها يا جماعه. يا جماعه ما حد تسكلم مكالمات. يلا انا ما يتسبش عليا يا عيله شعبان. يا جماعه ما حدش يقول شيخ، انا مش شيخ. كله يشوف ابو علي يا جماعه، انا مش شيخ، بس انا ربنا ما يتسبش عليا. يلا ما يتسبش عليا، انا ما بخلطش في حد. ابو ايمن لابس القنطر. انت كنت متجوزها ولا كنت مرتبط بيها؟ لا انا ما اتجوزتهاش ولا اي حاجه. انا كنت عاوز اتجوز في الحلال، عشان انا اي حاجه غلط ما بعملهاش تاني. لا ولما الاخ يقول، لما حد يقول له ويقول لاخوه ما يجيش، يبقى برضه ايه؟ ما بعملهاش تاني. حرمت خلاص، حرمت واتربيت. اسمع كلامه عشان هو كلامه صح. خليك ليا. لا انا ما بيتسبش عليا، يا عتاوي. يعني لما يكون واحد ممسوك اداب ومعمول له قضيه اداب ويقعد يعمل فينا كل ده، انا ما يتسبش عليا يا عصام، ما يتسبش عليا يا خميس. يعني انا خايف اخد خطوه توديني في داهيه، اروح اعمل له ايه مش عارف. ما يتسبش عليا. ترند تليفونات اللي ولعت وعربيتي وفرح ولا ابني يجي يضربه ولا يعمل له حاجه ويحصل له اي حاجه احبس عليه. انا مش بتاع ترنتات، انا واحد بيته خربان.
ترنت ايه اللي مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى شكلك. طبعا اجاوب شكلك. ترنت ايه؟ ريحان انا فاتح السبيكر وطالع لايف يا انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ دلوقتي يا شرحان الناس انا خدت منها تليفونات. انا بحبك انت. انت تقول انا عايز اجي الاستوديو تيجي عايز ربنا يبارك لك يا رب. بتغني بقى ما تغنيش ده موضوع. Bro, what are you talking about, man? خدت منهم تحبي؟ مش ممكن. لا. ايه الحاج ده؟ بس ابعت لي تسجيل المكالمه اللي معاكي. معايا تسجيل البت وهي بتتكلم بتقول لك احنا ولا عملنا انت سندي انت ظهري العشق وربنا حبيبي انا ما اقدرش اخبي. مقدر ولا ابعتهولي بسرعه عشان الناس تعرف. وانا مالي يا لمبي؟ جرايه ليه انت هتسكر علينا ولا ايه؟ بتاع اللي خبيتوه هتتحبسوا. اسمع كلامه عشان هو كلامه صح. بفلوسي